إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا معايا نشوف لمحة من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد ايه اللطف والحنية والطيبة اللي كانت في قلب رسول الله، قد ايه جبر الخواطر. هنتكلم عن عبد قصير أسود أفطس فقير رص الثياب، ولكن كلكم قبل ما يخلص الفيديو هتتمنوا ان النبي كان يقول عليكم زي ما قال على هذا الرجل. هنتكلم النهاردة عن واحد اسمه جليبيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: جليبيب مني وأنا من جليبيب. هنتكلم عن واحد لما مات وفقد في الغزوة لم يفتقده إلا رسول الله. هنتكلم عن عبد قصير أسود أفطس فقير رص الثياب، يشرب بكفيه من المياه الجارية أو يغترف من الآبار، يأكل كسرات خبز إن وجد، فإن لم يجد يطوي صائما يكمل يوم صيام، ينام وفراشه الأرض ولحافه السماء، وليس له من مخدة إلا نعليه، ينام في فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يمر يوما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا بين أصحابه، ينظر إلى هذا الرجل بهذه الحالة الرصة، قال: أتعرفون من هذا؟ وإذا بأغلب الصحابة لا يعرفون اسمه، إن حضر لا يعرف ولن يدعى، وإن غاب لا يفتقد. ومن الذي يحفظ اسم رجل كهذا؟ رجل لا يؤبه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جليبيب. ثم نادى به: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفجع، لم يتأوه، لم يقل: يا رسول الله ما عندي دنيا، ما عندي مال، ما عندي. لم يعترض على أمر الله، ما زاد على أن قال: يا رسول الله ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه. يعرف أن الناس ما زالوا يحكمون بهذه المقاييس، إنه ينتظر زواجه في الآخرة لا في الدنيا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني ناداه وهو يمر عليه: يا جليبيب ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله ومن يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه. في اليوم الثالث ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فالتفت مستغربا من نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: قلت لك يا رسول الله ومن يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جليبيب اذهب إلى بيت فلان الأنصاري واخطب ابنته وقل لهم: أرسلني رسول الله ويقول لكم زوجوني بابنتكم. وكانت الفتاة من أجمل فتيات الأنصار. فذهب جليبيب وطرق الباب وقال: يسلم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكم زوجوني ابنتكم. فقال الأب: يا جليبيب لا مال ولا جاه، كيف نزوجك؟ وصاحت الأم لزوجها: أيزوج جليبيب وهو على هذه الحال لا مال ولا جاه من ابنتنا في موقعها وموضعها التي هي فيه؟ وتسمع الفتاة المؤمنة، فتاة العقيدة، فتاة التوحيد، فتاة القرآن والسنة، فتاة قيام الليل، تسمع الفتاة المؤمنة وتصرخ بوالديها من الداخل: كيف هذا؟ أتردان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله إني أجزت زواجي وإني قبلت به زوجا. يعني أنا موافقة على اللي بيحصل ده كله وموافقة أن أنا أتجوزه. كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بعته. ربنا بيقول لكم: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عايزيني أخرج عن أمر رسول الله؟
قال: يا ابنتاه انظريه، انظري شكله، انظري هندامه، انظري ثوبه، لا مال ولا جاه. قالت: والله لا أرد خاطبا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضر جليبيب لعرسه تلك الليلة، وبينما مراسم الزفاف على بساطتها تعقد، إذا بمنادي الجهاد يصرخ في الخارج: يا خيل الله اركبي، أي ينادي للجهاد. وإذا بجليبيب رضي الله عنه يترك عروسه في زينتها، في حلتها، في أرق وأعذب وأجمل لحظات العمر، في أفضل لحظات وصال بين الرجل وامرأته ليلة الزفاف، وإذا به يسحب يده وكأنما عقربا لدغته، وينطلق كالسهم من الرميح، ويلتحق بصفوف الجيش نحو الغزوة، ويقاتل مع الذين يقاتلون، وتنتهي المعركة، ويأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتفقد أصحابه من الشهداء، فيعدد الصحابة كل الناس إلا جليبيب لا يذكره أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تفتقدون حبيبا؟ قالوا: من؟ قال: أنا أفتقد حبيبي جليبيب. ويبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجده وقد تلوث بالدم، وأصيب بجراحات بليغة، وصار وجهه من طين الأرض وترابها، فينفض عن وجهه ويضع رأسه على فخذه الشريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جليبيب، جليبيب، قتلت 7 من الكفار ثم قتلت، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جليبيب مني وأنا من جليبيب. ثم أشاح برأسه عليه الصلاة والسلام يمينا وقال: أتدرون لم أشحت بوجهي؟ قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: والله إني رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقن إلى احتضانه، وأعرفه رجلا غيورا، فأشحت بوجهي حتى لا يغار. يا حبيبي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا حبيب الفقراء، ويا جابر الخواطر، يا جابر خواطر الضعفاء. ونرجع للزوجة الجميلة، البنت الصالحة الطيبة اللي رضيت بقضاء الله ورضيت بقسم رسول الله، وقالت: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واللي اترملت وهي لسه عروسة، يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش وقد انتصروا، وتوزع الغنائم، وطبعا هي كانت زوجته، فترث كل غنائم جليبيب، وتبقى من أغنى نساء المدينة. سبحان الله، رضيت بقسم الله ورضيت بقسم رسول الله، فرزقها الله أن تكون زوجة شهيد، ويتهافت عليها رجال المدينة لجمالها ولخلقها ولحسبها، وكمان لمالها ولما ورثته عن جليبيب الفقير اللي مات وخلاها ورثت كل نصيبه من السبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من علمتنا الخير كله، يا من علمتنا الأدب والخلق وجبر الخواطر، يا من علمتنا التقوى والصلاح. اللهم صل وسلم وبارك عليك. نشهد الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ووضعتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نشهد الله أنك رسول الله، ونحمد الله على أننا من أمة محمد. أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله. أتمنى تكون القصة الجميلة دي عجبتكم، ويكون لكم في جليبيب أسوة حسنة. نرضى بقضاء الله ونستسلم لأمر الله. ربنا إن شاء الله يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب، ونعتبر بالفتاة الجميلة ذات الحسب والنسب والجمال والمال والأسرة والعيلة اللي رضيت بقسم رسول الله فرزقها الله خيري الدنيا والآخرة. أشهد الله أني أحبكم في الله، وربنا يرزقني وإياكم رزق جليبيب، ونكون حبايب النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.